بالعاصمة التركية أنقرة أجرت السيدة سمية بن خلدون سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين الكبار في المؤسسات العلمية والبرلمانية ومسؤولين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. وخلال الزيارة اطلعت على أكبر مشروع وطني تركي يدعى فاتح، وهو مشروع يعد الباب المفتوح أمام المستقبل في التعليم نحو عصر المعلوميات، حيث يوفر للطلاب استعمال وسائل تكنولوجيا المعلومات وشبكة الإنترنت واسعة النطاق موزعة على 150 ألف مدرسة بالتعليم الأساسي والمتوسط. مباحثة أخرى أجرتها السيدة الوزيرة مع وزير التعليم الوطني التركي تركزت حول توطيد علاقة التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التعليم وتبادل الطلبة والأساتذة. إننا جد مسرورين بزيارة السيدة الوزيرة لتركيا، وهذه الشراكة بين المغرب وتركيا في مجال تبادل الطلبة والأساتذة ستعزز الصداقة والتعاون بين البلدين، وأتمنى في المستقبل أن يرتفع تبادل الطلبة والأساتذة في كافة التخصصات العلمية والتكنولوجية في كلا البلدين لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح وتطوير العلاقات الثنائية المغربية التركية في شتى المجالات. هذه الزيارة توجت بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالمغرب ومجلس التعليم العالي التركي، تهدف بالأساس إلى تبادل الطلبة والأساتذة وكذا دعم المشاريع المتعلقة بإدماج الجامعات والطلبة في الأبحاث العلمية والتنموية. المباحثات مع السيد أفجي كانت مباحثات جد مهمة وترم إلى توقيع اتفاق تعاون من أجل توطيد العلاقات وتطوير علاقات التعاون مع تركيا في مجال التعليم العالي، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الأساتذة، تبادل الطلاب، كذلك إمكانية فتح فروع للجامعات الكبريات الجامعات التركية بالمغرب، وكذلك ما يتعلق بالاعتراف المتبادل بنظم التعليم في البلدين وبمعادلة الشواهد. الشراكة المغربية التركية في مجال تعميق البحث العلمي وتحديث المنظومة التعليمية ستعطي للجامعات المغربية دفعة جديدة لتطوير الأبحاث العلمية في كافة المجالات العلمية والتنموية، وستوفر للطلبة الباحثين آليات جديدة عبر تفعيل أزيد من 40 مشروعا في مجال البحث العلمي والتكوين. الزبير برقاش وعبد الفتاح الزوين، القناة الأولى، أنقرة.